أنا موظف وزارة العمل وهذه بطاقتي. طيب خلاص اثبت لي، أنا أقول لك اثبت. معك هوية؟ معايا جواز سفر، جواز. أنا مضاف مع الوالد، معايا صورة من جيت لهنا كيف جيت؟ أنا هذه أرض من أهل الجنوب. معايا صورة من الجواز السفر معايا. عندك ما يثبت انك سعودي ولا غير سعودي؟ والله هذا اللي معايا ولا ثبات. عندك خلاص تاخذ الاجراء اللازم ورجاء نجلس في السياره الى ان تاخذ الاجراء اللازم. عطني رخصة سواقة، عطني جواز سفر، عطني إقامة، ايش عندك؟ ما عندي. عندك صورة جواز؟ عندي صورة من الجواز، عندي رقم سجل. جواز منتهي. جواز ابوك. لا جوازي صورة من الوالد يا اخي، مرافق ورا مع الوالد الله يرحم والديك. هذه الحالة يعتبر مجهول؟ لا هو اجنبي ولا هو بسعودي. ما في اثبات ابوه اللي موجود. عندك هوية سؤال بس هذه للأسف يعني الوزارة نبهت قبل كذا وأعطت مهل ووضحت الأنظمة ووضحت التشريعات، لكن لا زال في كثير من الذي يعني الناس الذين يعملون في مثل هذه القطاعات، قطاع الاتصالات، لا يحترمون النظام، لا يحترمون التشريعات، لا يحترمون أنظمة البلد. فبالتالي يجب أن نضرب عليهم بيد من حديد. توجيهات سمو أمير المنطقة، توجيهات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية واضحة ومحددة وصريحة في هذا المجال. الشباب يعطيهم العافية، الإخوان في التفتيش يقومون بعملهم على أكمل وجه. اليوم داهمنا هذا السوق، للأسف أنه فيه شريحة كبيرة من غير المواطنين يعملون فيه وهم أصلا غير نظاميين، وحتى فيه إشكالية في السجلات التجارية وإشكالية في التصاريح البلدية. قمنا بعملنا، أدوا الشباب واجهوه ما شاء الله تبارك الله، صلى الله لهم التوفيق. وسنستمر بإذن الله في منطقة مكة المكرمة بهذه الحملات التفتيشية المفاجئة والمنظمة على مستوى جدة ومكة والطائف والمراكز المحيطة بإذن الله.